اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم منال النجار. ايه رأيكم بقى في الجمال ده والحلاوة ديت؟ طاجن البامية الرهيب باللحمة بجد مع طاجن الفخار ده عامل شغل عالي قوي، وطعم البامية مع اللحمة في منتهى الروعة. يلا بينا بقى هنشوف الفيديو بتاعنا النهاردة ونشوف البامية باللحمة معمولة ازاي. بجد حلوة قوي. يلا بينا ندخل على الفيديو على طول. ما تنسوش تحطوا لايك وكومنت حلو زيكم. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. معنا كده لحمة متقطعة قطع صغيرة. دي لحمة ريش، كانت جاية قطع كبيرة وانا حبيت ان انا اقطعها قطع صغيرة كده عشان تبقى شكلها حلو معانا في الطاجن. لو انت حابة بقى اللحمة ضاني تبقى احلى كمان. زي ما انتوا شايفين متقطعة ازاي، بجد حلوة اوي. التقطيعة ديت ما شاء الله بتبقى حلوة اوي في الخضار او بتبقى في الطواجن، بتبقى شكلها جميل جدا احسن من القطع الكبيرة. زي ما انتوا شايفينها كده. ومعانا بامية متفرزة، دي كانت عندي بقى متفرزة من السنة اللي فاتت، ما شاء الله حلوة اوي، كانت لسه طالعة من الفريزر زي ما انتوا شايفين. ومعانا كده بصل مقطعه كده صغيره، مع فلفل اخضر وفلفل احمر وتوم، وضربها كده في الكبه ومنعمها بالشكل ده. نبدا كده الاول نسلق اللحمه. حطيت كده بصل وحطيت ورق لوري وحبهان وحطيت فلفل اسمر صحيح. مش عايزه تبقى الشوربه بتاعتها بتبقى غامقه قوي، عشان كده انا حابه الفلفل الاسمر حتى يكون صحيح. الميه هتغلي مع البصل كده والحاجه ديت، ونبدا بقى كده ننزل باللحمه بتاعتنا. اما اللحمه بقى تستوى، هي طبعا مش هتاخد سي كتير، ولو باللحمه الضاني بتبقى حاجه كده تحفه وعظمه قوي. هنسيب بقى اللحمه بتاعتنا كده تتسلق بالشكل ده، وهنبدا بقى كده نعمل الصلصه بتاعت الباميه. حطيت كده الزيت وحطيت البصل كده متقطع عليه فلفل اخضر وفلفل احمر قطع صغيره، وحطيت توم. هننزل بقى بالباميه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. الباميه زي ما انتوا شايفين شكلها متفرزه وشكلها تحفه قوي ازاي، شكلها جميل قوي. نبدا بقى كده نشوحها كده تشويح خفيف، ونسيبها كده يعني حوالي كده 10 دقايق او حاجه كده، ونضيف عليها الطماطم ونسيبها كده مع بعضها تتسبك شويه. نضيف كمان معلقه صلصه كده عشان تحمر كده الطماطم. هننزل بالبهارات، توم باودر، بصل باودر، معلقه سكر، ومعلقه بابريكا، ورشه فلفل اسمر كده. وبعدين هنقلب كل ده مع بعض. طبعا حطيت سكر زي ما انتوا عارفين، وهنقلب كده الباميه مع الصلصه، وهسيبها بقى كده تسبك شويه، وهنطفي عليها بقت بالشكل ده. هنضيف لها بقى الشوربه بتاعتنا، ونسيبها بقى تغلي كده وتستوى كده مع بعضها. احنا مش عايزينها تتهري. وفي بقى الخطوه المهمه ديت، شويه بصل بقى وشويه ملح وشويه كمون وشويه فلفل اسمر مع شويه بصل كده سبتهم من البصل اللي انا كنت عاملاه، وهنقول لكم هنعمل فيهم ايه دلوقتي. هي كده خلاص الباميه بتاعتنا يعني اوشكت كده ان هي تستوى. هنضيف بقى لها اللحمه بتاعتنا. شويه البصل دول بالمرتة دول هنحطهم بقى كده على الباميه قبل ما ننزلها كده ونحطها في الطاجن. بتدي طعم وريحه حلوه قوي قوي قوي. سيبها كده تغلي شويه، ونبدا بقى كده نعمل الرز بتاعنا في حله. نحط شويه زيت، نحط بقى مكعب زبده، نحط ورق لوري، وهنحط حبهان، وهنحط كده مستكة، وهنعمل بقى شوية رز كده عظمة حلو قوي. لزوم الأكلة بتاعتنا الحلوة النهاردة بجد طعمها حلو قوي. زي ما انتوا شايفين حطينا كل الحاجات ديت، وهسيبها بقى تتشوح شوية كده لغاية كده ما ريحة المستكة تظهر والحبهان. وهننزل بالرز، هنقلب الرز كده تقليبة حلوة لغاية ما يتشرب الزبدة وتشرب الرز، والرزية تبقى معاكم كده مفلفلة وطعمها حلو قوي. الرز ده برضو بقى طعمه جميل جدا، حلو قوي. نضيف له بقى المية السخنة على طول زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ نسيبه بقى كده يستوى، وهنشوف الرز بقى في الاخر شكله عامل ازاي. وكده نروح نشوف البامية بعد كده استوت دلوقتي، وهنشوف هنعمل فيها ايه. كده خلاص جبنا الطاجن بتاعنا الحلو ده اللي كنت شارياه وعامله فيديو كده للفخار. بجد كده طاجن ما شاء الله جميل جدا. الحاجات دي بتفرق كتير في الطعم، يعني لما تعملي الحاجه على اللي تطبخيها وتروحي تحطها في طاجن في الفرن بتغير طعم الحاجه خالص. كده خلاص تمام زي ما انتوا شايفين. حطينا الباميه بقى واللحمه في الطاجن. نبدا بقى نعمل حاجه حلوه قوي، نعمل الطشه كده بتاعتنا الحلوه للباميه.
شوية توم كده مفرومين حلوين مع شوية زيت وشوية كزبرة ناشفين. وهنبدأ بقى كده نحطها على البامية بتاعتنا بالشكل ده، هتديها ريحة وطعم رهيب، تفرق كتير معاك في الطعم. هنقلبها شوية كده مع بعضها وندخلها بقى الفرن، وهنشوف بقى شكلها بقى النهائي وطعمها بجد حاجة كده عظمة. كده خلاص طلعناها من الفرن، زي ما انتم شايفين الرز كمان عامل ازاي، الرز تحفة وطعمه رهيب ومفلفل كده وحلو قوي. المستكة والحبهان عامل شغل جامد قوي مع الرز ده. بنحطه بقى في قالب او في طبق زي ما انت تحبي بقى التقديم بتاعك اللي يعجبك. وهنبدأ بقى كده نشوف البامية بتاعتنا عاملة ازاي. بامية بجد طعمها وشكلها حاجة كده حلوة قوي. انا عندك عزومة كمان ممكن تعمليها في الطاجن وتحطي الطاجن على سفرتك وتقدميها كده في اطباق زي ما انا بعمل كده، حاجة كده بجد حلوة قوي. والبامية كده مستوية وماسكة نفسها الحباية بحباية كده متهرتش زي ما انتوا شايفين، واللحمة كمان مستوية كده ودايبة مع البامية، والرز بتاعنا تحفة وروعة بجد، حاجة كده زي ما انتوا شايفين خيال بجد، حاجة عظمة. يعني اللي مبيحبش البامية وجربها بالطريقة ديت مع اللحمة بتبقى حلوة قوي، تحفة. زي ما انتوا شايفين اللحمة مستوية ودايبة كده. خلاص خلصنا كده الفيديو بتاعنا وخلصنا البامية بتاعتنا بالتقديم الحلو اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده عظمة من الاخر. جربوها ان شاء الله بجد هتعجبكم قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يكون طريقة التقديم وطريقة البامية بجد حلوة قوي. يعني كل اللي اكل منها بصراحة عجبته بجد. كمان لما تبات تاني يوم بتبقى حاجة كده فوق الخيال. بكده الفيديو بتاعنا يكون خلص معاكم النهاردة، اتمنى تجربوها وينال اعجابكم ان شاء الله، واسيبكم في رعاية الله، مع الف سلامة.